مبدئيا كده أنا بجد حابب أشكر كل المتابعين عشان إحنا خلاص فاضل لنا تكة بسيطة على 90,000 متابع، وبعدها إن شاء الله هنوصل ل100,000. فالحمد لله حمدا كثيرا كثيرا حتى يرضى. وعشان كده يا أحلى متابعين في الدنيا، رجعت لكم بملخص طويل زي ما انتوا بتحبوه. حرفيا الانمي ده أسطوري بكل معنى الكلمة، وهتستمتعوا بكل ثانية فيه وانتوا بتتفرجوا. فكل اللي عليكم تعملوه إنكم تحطوا اللايك بتاعكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مراهق تعبان في دماغه جدا، ويلا نبدأ الحكاية. أو حتى طاقة روحية، وعلى الله حكايته كده وما عندوش أي حصلت من 18 سنة. بيقول لهم في يوم من الأيام وهو شغال في المطعم بتاع أمه لمدة طويلة من الزمن، بيقول لهم إن في الحرب دي اتواجه ملك التنانين ضد محارب أسطوري. لكن وقتها صاحب شو غني واللي اسمه باي بيتكلم، وكل الزباين بيكونوا مستمتعين بالقصة. اللي جاي يتكلم عن المحارب الأسطوري فينغ تيان، وبيتكلم وبيتريق عليه. وبالمناسبة باي ده بيكون ابن أغنى راجل في القرية. المهم شو بيشتمه، بيقول له اقعد ساكت لزعلك يا واد. وعلى الناحية التانية بنشوف بنت بتحارب 3 محاربين كانوا بيطاردوها. المحاربين بيهجموا عليها بس هي بتتفادى هجمتهم، وحتى لما بيحاولوا يسيطروا عليها بسحرهم ما بيعرفوش. بيستمر القتال ما بينهم والبنت عمالة تتفادى هجمتهم وبتحاول تهرب من المكان. بس فجأة واحد من المحاربين التلاتة بيظهر فوقيها وبيهاجمها بهجمة من فوق، وسكان القرية بيصحوا من صوت الانفجار وبيتجمعوا حوالين المحاربين. لكن كل اللي كان شاغل بال المحاربين إن البنت اللي كانوا بيطاردوها هربت منهم. بنرجع من تاني لشو اللي كان لسه بيتخانق مع صاحبه باي وأخد منه الطاقة، وبعدها شو بيكون ماشي مع باي عشان يوصل لبيته شوية طلبات من المطعم بتاع أمه. دلوقتي وهي أمه بتيجي للمكان، هو هيدخل اختبار الأكاديمية، ولو حالفه الحظ هينجح وهينضم. وباي بيقول له إنهم حالياً بيستقبلوا في بيتهم متدربين الفنون القتالية عشان اختبار أكاديمية تيان وول للفنون القتالية قرب يبدأ. فشو بيقول له إن هو سمع إن قاعدتهم بعتوا جواسيس للقرية بتاعتهم عشان يتجسسوا على أكاديمية تيان وول. وباي بيأكد على كلامه وبيقول له إن فعلاً في إشاعات منتشرة، ولو الحظ لعب معاه هيدخل الأكاديمية وهيسكته. لكن باي بيقول له ازاي عيل ضعيف زيك ما عندوش اي تدريب وهينجح في اختبار اكاديمية، ما بالك انت بقى اللي ما عندكش طاقة روحية اصلا، هيحصل فيك ايه؟ باي بيستمر في استفزازه، بس شو بيقول له انا هثبت لك دلوقتي ان عندي طاقة روحية، وبيبدأ يعمل حركات ووضعيات غريبة بجسمه وهوبا ما بيحصلش. بس ما حصلش اي حاجة. باي بيضحك عليه وبيقول له مش قلت لك 100 مرة قبل كده انك ما عندكش اي طاقة روحية؟ لما هم بيتكلموا في أشخاص بيجروا من قدامهم وبينطوا من فوق البيوت. شو بيقول لباي إن أكيد الأشخاص دول هم الجواسيس اللي مبعوتين عشان يتجسسوا على أكاديمية تيان وول، وعلى طول بيرميلوا الحاجات اللي كانت في إيده وبيجري وراهم. لكن في النهاية بيضيع الأشخاص اللي كان بيجري وراهم، وبيقول في نفسه طيب هم راحوا فين؟ البنت اللي كانت هربت وبيجري وراهم بيوصل فعلا لمكانهم وبيستخبى، وبيلاقيهم كانوا بيدوروا على شخص معين. كده بيلاقي ضوء غريب خارج من مكان موجود في الغابة، بيمشي ورا الضوء وبيلاقي البنت اللي شفناها كانت بتقاتل المحاربين قبل كده. وكانت خيبة يا واد، يعني اللي عندك درع وحاية ولا عارف تراقب شوية أشخاص وعايز تدخل الأكاديمية؟ ده انت كحيان خريان مدريان. الواد بينبهر من جمالها وبيخرفن عليها وبيقول في نفسه إن البنت دي في غاية الجمال. لكن في الأثناء دي المحاربين التلاتة بيوصلوا عندها، بيؤمروا لان تسلم نفسها وإلا هيقتلوها. البنت بتستعمل قوتها وبتفعل قوتها عليهم، وعلى طول بتفعل قوتها. البنت بتقول لهم أخيرا وصلتوا، ده أنا كنت مستنياكم من بدري. بس بيسمعوا شو المحاربين هم كمان بيستعدوا في المكان، بتتفعل عليه الفخاخ واللي بتكون عبارة عن نباتات بتمسكه وبترفعه لفوق. هو بينادي عليهم وبيقول لهم يوقفوا، وفجأة بيخرج من وبتهجم عليهم. البنت بالكامل هتستنى بس مرة واحدة، وبيقع عليها وبيجيبها على الأرض. بيقوم وبيطمن عليها وبيقول لها ما تخافيش أنا هحميكي. بيبص للمحاربين التلاتة وبيقول لهم مش عيب عليكم تكونوا 3 رجالة برضو؟ البنت الغلبانة دي يا ترى انتوا عايزين منها ايه؟ بيكمل في كلامه وبيقول لهم انتوا اكيد الجواسيس اللي مبعوتين عشان تراقبوا أكاديمية تيان وول. المحاربين بيسمعوا كلامه وبيحاولوا يقولوا له ان البنت اللي وراه دي هي الجاسوسة اصلا، وهم كانوا بيحاولوا يمسكوها بس شو ما بيكونش عايز يسمعهم. وبعدها بيقوم وبيقول للمحاربين انه هيخلص عليهم.
البنت بتفعل قوتها والمحاربين بيخافوا منها، بس زي ما احنا عارفين ما بيحصلش أي حاجة. وشو بيبص وراه وبيقول للبنت إنها تهرب حالا، وبيبدأ يعمل الحركات العبيطة. وبنعرف إن النبتة الشيطانية قتلت المحاربين الثلاثة. البنت فعلا بتكون هربت، لكنها بتكون استدعت النبتة الشيطانية دي. الراجل اللي كان بيخرج من الظل بقى شخص شكله ما يبشرش بالخير أبدا، وبيكون اسمه غراب الدم، وطلع إنه أصلا تبعها. بنروح بقى للبنت واللي كانت هربت من المكان خلاص، وفجأة مرة واحدة بيقعد على الأرض وبيفتكر خلاص إن دي نهايته. بيسألها عن المعلومات اللي قدرت تجمعها من أكاديمية تيان وول، فبتقوله إن الأكاديمية زودت عدد الحراس بتوعها، وشكل الاختبار هيبدأ قريب. غراب الدم بيقول لها تمام، وبيعرفها إن مهمتها الجاية هي إنها تدخل اختبار الأكاديمية وتنجح فيه كأنها متدربة عادية، وأول ما تدخل الأكاديمية تستمر في البحث عن المعلومات، وبيكون مترقب. بس في النهاية بيقول لها والنبتة الشيطانية بتهاجم عليه. بس شو وقتها بيسمع صوت غريب في دماغه اللي هو بيفتح عينه. أيوة، وفجأة ويا عيني دي شكلها هتولع يا جدعان، جسمه بتخوته هالة من الطاقة. المهم بعد ما شو بيستخدم الطاقة الغريبة اللي ظهرت له بيغمى عليه مشتعلة في كل مكان. بنروح بقى لشو أول ما بيفتح عينه بيشوف كمان معركة شغالة ما بين 2 من المحاربين، بس بيفوز. وطلع إن كل ده كان مجرد حلمه، وبيلاقي نفسه موجود في بيته وبيتسائل في نفسه كده وبيقول يا ترى أنا وصلت لهنا إزاي؟ لكن أمه اللي بترمي عليه الطاسة وبتقوله إنها فضلت طول الليل تدور عليه وكانت خايفة جدا، وفي الآخر لقيته نايم في الغابة. الواد بيحاول يشرح لها كل اللي حصل معاه امبارح، بس أمه بتسكته، واحتمال إنها تكون خطيبته المستقبلية بتقوله يجهز نفسه حالا، واللي عايز ياخده بيكون ميعاده النهاردة. وبيعترض على كلامها وبيقول لها إنه مش عايز يتعرف على بنات النهاردة لأنه ممكن يموت لو دخلوا الاختبار. وكالعادة كلامه ما بيعجبهاش، ونتج عن كده إنها ربطته في العمود، وشو بيفضل يزعق لها. ولكن قبل ما تمشي بتقوله إن البنت اللي هي ظبطت له موعد معاها توصل بعد شوية ده، وقالت له تبقى وريني بقى هتروح الاختبار إزاي. وبيلاقي الباب بيفتح وبتنبهه إنه يتصرف بشكل كويس مع البنت، وقول له إن هو البنت اللي جاية تتعرف عليه. وطبعا بيكون فاكر إن أمه رجعت للبيت، لكن طلع إن ده شخص لابس لبس بنات مكان، وبيفضل يضحك على الموقف اللي هو شايفه. وطلع الواد طبعا بيكون مصدوم وبيحاول يبعد عن الشخص ده بأي طريقة، وفي الآخر بيأمر الشخص اللي لابس لبس بنت اللي طلع إن باي هو اللي ظبط الموضوع ده، اللي ظبط في الشخص ده اللي طلع إنه الخادم بتاعه، إنه يوقف اللي بيعمله. اللي بتقول في نفسها إزاي، واللي طلعت لأن بس بعد ما اتنكرت في شكل راجل. شو بيحاول يتأسف لها، لكن زي النبتة الشيطانية بتدخل للباب بتاع أكاديمية تيان وول، وعن طريق سحرها بتستدعي نباتات وبتقفل بيها الباب. لكن لان بتقوم مرة واحدة وبتبعده عن طريق طاقتها، وبتقول في نفسها إنها لازم ما تخليش شو يدخل الأكاديمية، وإلا ممكن يتعرف عليها ويكشفها. وشو بيكون متعصب، بس باي بيهديه وبياخده عشان يشوفوا باب تاني يدخلوا عن طريقه الأكاديمية. وفعلا بعدها بيقدروا يدخلوا، بيلاقوا لين موجودة في المكان، وشو بيتخانق معاها وبيفضل يزعق فيها عشان قفلت الباب. لكن وقتها المشرفة على الاختبار اللي اسمها شاو بتوصل المكان، وبتؤمر كل الموجودين إنهم يقفوا قدامها عشان تشرح لهم القواعد. وبعد ما كل الأشخاص اللي جايين عشان الاختبار بيقفوا قدامها، شاو بتسأل عن هوية لين، وأمها بتبدأ تتكلم معاهم. عشان كده شو ما قدرش يتعرف عليها وهو بيكون مين، لأنه أول مرة يشوفه. والمشرفة شاو بتاخد بالها منه وبتفضل تزعق له. المهم باي بيقوله إن هو برضه ما يعرفش عنه أي حاجة، وبيقوله مالك مركز معاه كده ليه؟ هو أنت خايف يضربك ولا إيه؟ وبيعرفوا إن هو ابن صاحبة المطعم اللي موجود في القرية. بتقوله إن هو يسكت أحسن ما تطربي من الاختبار. وبعدها بتقول لهم إن أول اختبار هيكون في الغابة، وبيفضلوا يتريقوا عليه وبيقولوا له إيه اللي جاب عيل فاشل زيك لهنا يتأهل للمرحلة التانية، ومطلوب من كل واحد فيهم يلاقي واحد من الكائنات اسمها كائنات الأوديمون. بعدها كل الموجودين بيدخلوا البوابة، وعن طريق قوتها بتفتح البوابة هتوديهم على الأرض. شو ما بيكونش عارف هو ليه الشخص ده بيعمل معاه كده ومستقصده، بس ما بيحطش في دماغه. باي بيجيله وبيقوله، وشو بيكون لسه هيدخل هو كمان، بس لما كل الطلاب اللي بياخدوا الاختبار بيكونوا بيدوروا على كائنات الأوديمون في الغابة،
وبيقولوا لك يلا بسرعة ندخل للبوابة. عشان كده ما بيقدرش يستشعر الأماكن اللي موجود فيها كائنات الأوديمون. بيكون في طلاب كتير قدروا يلاقوا الكائنات دي بكل سهولة، وبينزل على الأرض وبيبدأ يشم. هو بيقول في نفسه إنه هيعتمد على الريحة، وبيمشي ورا الريحة وبيقدر يلاقي واحد من الكائنات دي. اللعنة دي بتتفعل عليه وبتخليهم يهربوا منه، وبتخلي الأوديمون يهرب منه، وأصلا ما بيكونش عارف إن في لعنة غريبة متفعلة عليه، وبتاعه بيكون متضايق جدا، لكنه واقف في مكانه وبيلاقي كل الطلاب اللي موجودين في الغابة بيهربوا. وطلع إنهم بيهربوا من كائن أوديمون على شكل نمر كبير. وشو بيحاول يهرب هو كمان، بس النمر بيهجم عليه وبيقدر يصيبه في رجله. يا رب يكون فاكر خلاص إن دي نهايته، بس اللعنة الغريبة بترجع تتفعل عليه من تاني، والنمر أول ما بيشوفه بيهرب من المكان. وبنعرف إنها لما ضربته بيكون مستغرب جدا، وبيقول حتى النمر الكبير أول ما شافني هرب من عندي ولا حاجة، وضربته على ظهره ما كانتش وجعه، واللي كان لسه متضايق. وفوق كل ده الإصابة اللي في رجله كانت وجعاه ومش مخلياه عارف يتحرك. بس بتجيله البنت دي واللي بيكون اسمها شياو. أنا مستخدم. طبعا أول ما بيشوفها بيعجب بيها، وأول ما بتشوف الإصابة اللي في وشه، وفي الوقت ده في شخص من فريق شياو بينادي عليها، وكمان بيكون وشها محمر وشكلها هي كمان معجبة بيه. وشو بيكون لسه قاعد في مكانه، بيقول لها إنها تسيب اللي بتعمله وتيجي تدور على الأوديمون معاه، وبيكون اسم الشخص ده بيونج. البنت فعلا بتودع شو وما بيكونش عارف هيعمل إيه، بس بيجيله فكرة حلوة، وبيقول في نفسه إن خطته المرة دي أكيد هتنجح. ولكنه بيسمع صوت معلم من الأكاديمية وهو بيقول إن فاضل 18 شخص بس من ال200 والاختبار الأول هينتهي. بس شو بيكون خلع اللبس بتاعه وعلقه على الفزاعة دي، وبعدها بنشوف النمر اللي هاجم شو من شوية، وبيكون عشان يخلي النمر يفقد وعيه ويقدر يربطه ويتحكم فيه. والنمر أول ما بيشم ريحة شو طالعة من الملابس بيهرب من المكان، بس شو بيكون مستنيه في الطريق التاني. والنمر برضو أول ما بيشوفه بيهرب منه وبيروح للطريق التالت، وهناك شو كان عامله فخ وقدر يوقعه فيه. بس شو بيتفعل على النمر تعويذة غريبة، وبطلنا فعلا بيربط النمر وبيجري وراه. إنها بتقول للمعلمين على الناحية التانية. المشرفة شاو بتعلن إن في 99 شخص قدروا يتأهلوا للمرحلة التانية من الاختبار. بيسمعوا صوت شو وبيقول لهم يوقفوا إنهم يقفلوا البوابة، لأن شكل مفيش حد تاني بيخرج من الغابة، وبيشد الحبل اللي كان ماسكه عشان يخرج النمر من البوابة. بعدها شو بيعدي من البوابة وبيقول لكل الموجودين إنه يحرق، وكل الموجودين بيفضلوا يضحكوا على شو وبيتريقوا عليه وكمان بيشتموه. بس بيخرج كائن صغير من البوابة وبنقول عظيمة، وبيقول لشو إن هو شينشو، وهياك تسأل عن سببي ولا هتقول لي اسمك إيه. وبيقول لشو إن هو تحول للشكل ده. لكن في الوقت ده المعلمة شاو بتلاحظ إن في طاقة كبيرة خارجة من الأوديمون اللي شو جايبه معاه، وبتقول في نفسها إن شو ما بيكدبش حاليا طالما قدر يمسك واحد من كائنات الأوديمون. وبتصرخ في الطلاب وبتطلب منهم إنهم يسكتوا. بتاخدهم للمكان ده وبتقول لهم كل المطلوب منكم عشان تنجحوا في الاختبار التاني هو إنكم تمشوا ورايا وتعدوا جسر الهوا للناحية التانية، وأول 50 شخص هيوصلوا الناحية التانية للجسر هم اللي هينجحوا. بيبدأ الاختبار التاني أخيرا، وكل الطلاب بيجروا على الجسر، لكن بسبب الضباب بيكون الرؤية شبه معدومة. بعدها بتفتح بوابة عن طريق سحرها وبتقول إن الاتنين دول بيكونوا عادمين، والمشرفة شاو بتجري وبتسبق كل الطلاب وبتظهر وبتهجم. وقتها المعلمة بتفعل قوتها وبتسبقهم بسرعة كبيرة، والواد ده هو كمان بينط فوق حبال الجسر وبيبدأ يجري وراها. بس مرة واحدة بتقف مكانها وبتلاقي الوحوش ما بيهجموش عليها، فبتعرف إن الوحوش دي بتنجذب للصوت، وعلى طول بتنزل على الأرض وبتبدأ تتحرك من غير ما تطلع أي صوت. وفعلا الوحوش ما بتهاجمهاش، وفريقها أول ما بيشوفوا اللي هي عملته بيعملوا زيها وبيمشوا وراها من غير ما يطلعوا أي صوت. بس فجأة في تعويذة بتتفعل، النبتة الشيطانية بتهجم عليهم وبتقدر تصيب واحد منهم، وبتفعل في المكان وبتظهر النباتات الغريبة دي بتفعل الحاجز السحري عشان النبتة الشيطانية ما تقدرش تصيبهم. وبيونج بيقتلها، بعد ما بيقتلها بيضربها ضربة واحدة وبيدمرها، وكمان بيهاجم النبتة الشيطانية بالأسلحة اللي معاه، لكن ما بيحصلهاش حاجة. وعلى طول النبتة بتضرب الحاجز، بيقدر يقطع أطراف النبتة، وبيونج بيفعل لكن بتحصل حاجة محدش كان متوقعها، والنبتة الشيطانية بتجدد أطرافها من تاني. وفجأة بتفعل تعويذة موزة سحرية غريبة وبتقدر تحجر بيونج واللي معاه، وكمان بيتحجر هو كمان. وكل ده كل الطلاب اللي موجودين في المكان بيتحجروا، والاتنين الوحيدين اللي ما بيكونوش بيتحجروا هم شو وشياو، لأن شياو كان فعل حاجز سحري في آخر لحظة قبل ما سحر النبتة الشيطانية يوصل لهم. لكن فرحتهم ما بتدومش الوقت طويل، وبتمسكهم وعلى طول بدأت تعصر فيهم بجذورها، وشياو ما قدرتش تستحمل وأغمى عليها.
على الناحية التانية المشرفة شاو بتوصل لآخر جسر الهوا، والشخص النبتة بتكسر النبتة، بتتأكد إن النبتة الشيطانية هتخلص على شو. ده بيكون هو الوحيد من الطلاب اللي قدر يلحقها، كمان لأن بتوصل للمكان، وشو أول ما بيبص للمكان بنرجع لشو من تاني واللي كان لسه أغمى عليه، بس أول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه موجود في مكان غريب عامل زي الفضاء. بيقول بيفتكر كل اللي حصل في الغابة، وبيسأل من تاني الكائن الغريب اللي قدامه: هو أنت مين؟ الكائن بيقول له: مش مهم تعرف أنا مين، لكن لو عايز تعرف أنا بقدر أتواصل معاك إزاي فأنا هقولك. بيعرفوا إن من زمان طويل البشر كانوا بيخافوا من قوته، بيبص قدامه وبيشوف كيان غريب بيبصله وبيقول له: أنت مين؟ الواد فعلا بيصدقه وبيكون خلاص هيلمس الختم، لكنه بيقف في آخر لحظة، وعشان كده اتحدوا ضده وأخدوه كسرته بعدها. وبيقول للكيان: وانا إشي عرفني لو انا كسرت الختم ده انك مش هتأذيني ولا هتأذي اصحابي. الكيان بيضحك على كلامه، وفعلا شو بيجرب الطاقة الجديدة اللي حصل عليها وبيديله جزء من قوته، والختم بدون تردد قدر يدمر البتاع اللي قدامه. بيقول لها انها لازم تركز في المهمة اللي هي جاية عشانها، وما تحاولش تقتل اي حد او تلفت الانظار ليها. واثناء ما هما بيتكلموا بيستشعروا المهمة دي. بعدها بنروح للمشرفة شاو، واللي بتقول في نفسها ان الاختبار قرب يخلص، ومع ذلك مفيش غير طالبين هم اللي وصلوا لنهاية الجسر، وبتحس إن في حاجة غريبة بتحصل. أما عند لين بتكون واقفة لوحدها وغراب الدم ده. بعدها بنروح لشو اللي كان لسه بيجري بكل قوة عليها، لكنهم بيشوفوا قدامهم الطلاب اللي سبقوهم وبيلاقوهم وقفوا، وفجأة الوحوش بتخرج من مكانها وبتهجم الطلاب. وفي وحش بيهجم على باي، لكنه بيقتله لأنه مشترك الدرع بتاعهم وبيخلص على واحد منهم الشياو بتكون متوترة، بس بتشوف إن في شخص خايف لكنه ما بيطلعش أي صوت، والوحوش ما بتهاجمهوش، فبتعرف إن الوحوش دي بتنجذب للصوت، وعلى طول بتنزل على الأرض وبتبدأ تتحرك من غير ما تطلع أي صوت. وفعلا الوحوش ما بتهاجمهاش، وفريقها أول ما بيشوفوا اللي هي عملته بيعملوا زيها وبيمشوا وراها من غير ما يطلعوا أي صوت. بس فجأة في تعويذة بتتفعل، النبتة الشيطانية بتهجم عليهم وبتقدر تصيب واحد منهم، وبتزعل في المكان وبتظهر النباتات الغريبة دي بتفعل الحاجز السحري عشان النبتة الشيطانية ما تقدرش تصيبهم. وبيونج بيقتلها، بعد ما بيقتلها بيضربها ضربة واحدة وبيدمرها، وكمان بيهاجم النبتة الشيطانية بالأسلحة اللي معاه، لكن ما بيحصلهاش حاجة. وعلى طول النبتة بتضرب الحاجز، بيقدر يقطع أطراف النبتة، وبيونج بيفعل الحاجز، لكن بتحصل حاجة محدش كان متوقعها، والنبتة الشيطانية بتجدد أطرافها من تاني، وفجأة بتفعل تعويذة موزة سحرية غريبة وبتقدر تحجر بيونج واللي معاه، وكمان باي بيتحجر هو كمان. وكل ده كل الطلاب اللي موجودين في المكان بيتحجروا، والاتنين الوحيدين اللي ما بيكونوش بيتحجروا هم شو وشياو، لأن شياو كان فعل حاجز سحري في آخر لحظة قبل ما سحر النبتة الشيطانية يوصل لهم. لكن فرحتهم ما بتدومش الوقت طويل، وبتمسكهم وعلى طول بدأت تعصر فيهم بجذورها، وشياو ما قدرتش تستحمل وأغمى عليها. على الناحية التانية المشرفة شاو بتوصل لآخر جسر الهوا، والشخص الوحش النبتة بتكسر النبتة، بتتأكد إن النبتة الشيطانية هتخلص على شو. ده بيكون هو الوحيد من الطلاب اللي قدر يلحقها كمان، لأن بتوصل للمكان، وشو أول ما بيبص للمكان بنرجع لشو من تاني، والكيان بيكون لسه مستحوذ عليه. والكيان بيشوف إن دراع شو اتكسر، وبيقول إن جسمه ضعيف جدا وممكن أي وحش ضعيف يهزمه. وفجأة بيستخرج جوهر الطاقة بتاع النبتة الشيطانية وبياكله عشان يزيد من قوته. وفي الأثناء دي شياو بتفوق، وبنعرف إن اللي هجم على الكيان الراجل اللي مسيطر على شو، قوته بدأت تختفي. المدير بيقول لها: كويس إن ملك التنانين الختم ما تفكش من عليه بالكامل. هما الاتنين دول، والراجل العجوز ده بيكون هو مدير أكاديمية تيان وول، والمدير بيأمر المساعدة بتاعته واللي اسمها يو إنها تستعمل قوتها وتمسح ذاكرة شو وشياو. وفي النهاية ده على طول بيختفوا من المكان، وأول ما بيمشوا التحجير اللي كان على الطلاب بيختفي على طول، والمعلمين كمان بيوصلوا وبيسألوا الطلاب هو إيه اللي بيحصل هنا. وطبعا محدش بيكون عارف إيه اللي حصل، وما بيعرفوش يردوا على المعلمين. وبيونج بيجيله وبيفضل يشتمه وبيقول إنه شو لما لقوه كان نايم جنب شياو، وشكله كان عاوز يعمل لها حاجة وحشة. بعدها بتتكلم مع الطلاب وبتقول لهم إن وحش النبتة الشيطانية اللي ظهر على جسر الهوا ما كانش جزء من الاختبار، وإنما هو ظهر من العدم، وعشان كده كل اللي قدروا يعيشوا وما فقدوش حياتهم فهم يعتبروا ناجحين ويقدروا يكونوا طلاب في أكاديمية تيان وول. وكل الطلاب بيفرحوا من كلامها، وشاو بتكمل كلامها وبتقول لهم إنهم هيحققوا في أمر الوحش اللي ظهر فجأة ده، وأما حاليا فهم هيدخلوا أكاديمية تيان وول عن طريق البوابة اللي وراها دي، وبتؤمر كل الطلاب إنهم يدخلوا وراها بوابة أكاديمية تيان وول. ومنظر الأكاديمية الجميل بيبهرهم جدا، وشاو وقتها كانت بص على بطلنا وبتسأل نفسها هو إزاي لسه عايش، بس المحارب الأسطوري فينج تيان اتصدى ليه
وبتتكلم معاهم وبتقول لهم كان أنشأ أكاديمية تيان وول وقدر يهزمه كمان ختمه. لكن وأول ما الطلاب بيشوفوا البيت الكبير اللي بتكون فيه وفعلا بعد شوية بحث شو فجأة في لعنة غريبة بتتفعل على شو، وهو بيمر الوقت وشو بيفوق